وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند انهيار الدولة الفاطمية على إيد صلاح الدين الأيوبي وبداية تأسيس الدولة الأيوبية. لكن الأول، هو مين صلاح الدين؟ وإزاي قدر يوصل لمصر؟ وعمل إيه عشان ينهي الدولة الفاطمية؟ وإزاي حط حجر الأساس لواحدة من أهم الدول في تاريخ مصر عبر تاريخها، وهي الدولة الأيوبية؟ أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي حكاية صلاح الدين الأيوبي. أبو المظفر يوسف ابن أيوب، سلطان المسلمين صلاح الدين الأيوبي، واحد من أكتر الشخصيات المختلف عليها في التاريخ الإسلامي على الإطلاق. البعض شايف إن هو ملاك بجناحين، والبعض التاني شايف إن هو سفاح ومبعوث إبليس على الأرض. بس يا ترى هو مين فيهم؟ وعشان نبدأ الحكاية صح، قررنا نجيب القصة من الأول خالص، من قبل ما يتولد صلاح الدين أصلا. والبداية كانت مع جده، واللي كان اسمه شادي، واللي كان من مدينة اسمها دوين، واللي كانت موجودة النهاردة بدولة أرمينيا على حدود أذربيجان. والمنطقة دي كان سكانها قبائل وعشائر كردية، ومن ضمن القبائل ديت قبيلة اسمها الرويدية، وكانت من أكبر القبائل هناك وأكثرهم رفعة وذات شأن عالي جدا. وكان من أفراد هذه القبيلة شادي جد صلاح الدين. وكان لشادي صاحب اسمه بهروز، وبهروز دوت بيسيب القرية وهو صغير وبيسافر على بغداد عاصمة الدولة العباسية اللي كانت فعليا تحت حكم دولة السلاجقة. وقدر بهروز إن هو يكون واحد من أفراد دولة السلاجقة الأقوياء، وشوية شوية بقى هو ممثل السلاجقة في بغداد. والعلاقة بين بهروز وشادي كانت كويسة جدا، فبيبعت بهروز لصديقه شادي إن هو يجيله على بغداد. وفعلا بيسيب شادي القرية الصغيرة اللي اسمها دوين وبيسافر على بغداد، وبياخد معاه ولاده الاتنين نجم الدين أيوب وأسد الدين شريكو. واستقر شادي في بغداد فترة لحد ما بيقرر بهروز إن هو يبعته على تكريت اللي كانت معقل للأكراد، وبوصف إن شادي أصله كردي فهيقدر يتعامل معاهم، ويكون دور شادي هناك في تكريت مجرد أعمال إدارية، وبيكون راضي بالدور اللي بيقوم بيه وبيأديه على أكمل وجه. وكان شادي مخلص جدا لبهروز وللدولة السلجوقية إلى أن توفاه الله. وبعد موت شادي قدر بهروز إن هو يتوسط للملك السلجوقي محمد بن ملك شاه إن هو يعين ابن شادي نجم الدين أيوب حاكم على قلعة تكريت. وبالرغم من إن تكريت كانت مدينة صغيرة، لكنها كانت مهمة جدا، ودوت بسبب موقعها الاستراتيجي بين المدن داخل العراق، فكانت تعتبر نقطة تلاقي بين المدن العراقية المختلفة. فضل الوضع مستقر لنجم الدين أيوب في تكريت لحد وفاة الملك السلجوقي محمد بن ملك شاه. وبعد موته بتدخل دولة السلاجقة في صراعات داخلية على السلطة، فبتتفكك زي أي دولة بيحصل فيها صراع على الحكم، وبتتحول الدولة إلى إمارات مستقلة. وكان شكل الخريطة في المنطقة يخض، يعني مثلا ألزنكي في الموصل، والعباسيين في بغداد، والفاطميين في مصر، وآل بوري في دمشق، ده غير الإمارات الصليبية اللي دخلت المنطقة، وكان أشهرهم إمارة بيت المقدس. وبيحصل تحالفات وعداوات في المنطقة، ومن أشهر التحالفات دي تحالف حصل بين عماد الدين زنكي حاكم الموصل مع أحد أبناء الملك السلجوقي السابق محمد بن ملك شاه، وكان اسمه مسعود. وبيقرروا إن هم يحاربوا الخليفة العباسي. وفعلا بيتقابل الجيشين في منطقة سامراء، لكن الجيش العباسي بينتصر في المعركة، وبينهزم جيش نور الدين زنكي ابن عماد الدين زنكي. والجيش المنهزم وهو بينسحب بيعدي على مدينة تكريت اللي كان حاكمها نجم الدين أيوب. ونجم الدين أيوب ابن شادي صاحب بهروز، وبهروز كان مع الخلافة العباسية الخاضعة تحت سلطة السلاجقة، يعني آل زنكي المفروض إن هم أعدائه. فالطبيعي إن نجم الدين أيوب يواجه ويصد بقايا جيش آل زنكي، ولكن العكس هو اللي حصل. نجم الدين أيوب يستضيف نور الدين زنكي ويديله الأمان ويساعده على التئام جروحه لحد ما يشفى تماما، وبعد كده يأمنه حتى أن يعود إلى الموصل. وطبعا الحركة اللي عملها نجم الدين أيوب دي كانت جميل في رقبة نور الدين زنكي، والجميل دوت هيتردله بس قدام شوية. والناحية تانية بقى الخلافة العباسية وبهروز بيستغربوا جدا من فعل نجم الدين أيوب، وبيستنوا أي فرصة للتخلص منه، أو على الأقل عزله من منصبه كحاكم لتكريت.
لحد ما تحصل حادثة في تكريت إن واحد من الجنود بيقتل سيدة، فأسد الدين شيركو أخو نجم الدين أيوب واللي كان مشهور عنه إن هو عصبي بيروح يتكلم مع الجندي دوت. فالمناقشة بينهم بتحتد، فالجندي بيرفع سيفه عشان يقتل أسد الدين شيركو، ولكن أسد الدين شيركو بجانب إن هو كان قائد عظيم فكان شخص قوي جدا، فبيموت الجندي بسيفه من غير ما يرفع شيركو سيفه. وبيشرح المؤرخين حادثة مقتل الجندي دي على إنها دفاع شرعي عن النفس من أسد الدين شيركو. وطبعا حادثة زي ديت جت لبهروز والخلافة العباسية على الطبطاب، فبيقرروا عزل نجم الدين من حكم تكريت، وكان المبرر بتاعهم إن هو إخماد النيران الفتنة اللي ممكن تحصل بين الجنود للصقر من مقتل واحد فيهم. وفعلا وأثناء ما نجم الدين أيوب بيجهز نفسه عشان يسيب تكريت بيتولد ليه ولد بيسميه يوسف، اللي بيكون هو بعد كده القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، واتولد سنة 1138 ميلاديا. ومن سخرية القدر إن نجم الدين أول ما بيتولد له ابنه بيكون متشائم منه وشايفه نذير شؤم، لأنه اتولد في ظروف صعبة جدا عليه وعلى أهله والمستقبل ليهم كان مجهول. فبيقرر الأخوان أيوب وشريكوه إن هما يطلعوا على موصل لآل زنكي اللي ليهم عندهم جميلة، وفعلا عماد الدين زنكي بيكرمهم جدا. في الوقت دوت عماد الدين زنكي كان بيحارب في كذا جبهة لمحاولة توحيد الصف العربي للقضاء على الإمارات الصليبية الموجودة بالشام. وبيعين عماد الدين زنكي نجم الدين أيوب والي على ولاية بعلبك، وكان صلاح الدين عمره في الوقت دوت 2 بس. ويفضل نجم الدين الدنيا مستقرة معاه في ولايته الجديدة لمدة 5 سنين، إلى أن تتعرض بعلبك لحصار من حاكم دمشق اللي كانت تابعة لحكم آل بوري، وكان قائد الجيش البوري واحد اسمه معين الدين. فبيطلب نجم الدين النجدة من نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، ولكن في نفس الوقت بيموت عماد الدين زنكي، فبيلاقي نور الدين نفسه في صراعات تانية فما يقدرش ينجد بعلبك. فما كانش قدام نجم الدين أيوب غير الاستسلام وتسليم المدينة. القائد البوري المنتصر معين الدين للي شافه من استبسال من نجم الدين أيوب في الدفاع عن المدينة عرض عليه الانتقال معاه لدمشق، وفعلا بيسيب نجم الدين أيوب بعلبك وينتقل لدمشق تحت رعاية معين الدين، اللي بيوكل نجم الدين أيوب أدوار دفاعية داخل دمشق، لأن نجم الدين أيوب كان شاطر جدا في الخطط الدفاعية والحماية، عكس أخوه شيركو اللي كان شاطر جدا في الهجوم والخطط الهجومية. وفي هذه الأثناء بيعرض نور الدين زنكي على أسد الدين شيركو منصب قائد الجيش الزنكي، وهنا والأول مرة بينفصل الأخين. وبعد فترة قصيرة بيقرر نور الدين زنكي مهاجمة دمشق وضمها لحكمه، وبيوكل المهمة دي لأسد الدين شيركو. فبيتحط الأخين في مواجهة بعض، والموقف دوت بيثقل صلاح الدين عسكريا جدا، فأبوه أستاذ في الدفاع وعمه أستاذ في الهجوم، ولكن الأخين ما بيحاربوش بعض وبيدخلوا في مفاوضات، خصوصا إن نجم الدين كان كده كده عايز يرجع تاني للصف الزنكي، خصوصا إن آل بوري كانوا متعاونين مع الصليبيين، وده شيء ما كانش عاجب نجم الدين أيوب خالص. وفعلا بيضم نور الدين زنكي دمشق لسلطته من غير قتال، وبيسيب نجم الدين أيوب حاكم عليها، وبيتولى أسد الدين شيركو إقطاعيات تانية في الشام لحد ما بيستقر في حلب. وبعد الموضوع دوت بشوية بيقرر نور الدين زنكي نقل مقر حكمه من الموصل لدمشق. صلاح الدين فين بقى من كل الأحداث دي؟ كان فترة طفولته والمراهقة مهتم جدا بالعلوم الدينية والفقهية لحد أوائل العشرينات من عمره، لحد ما بيحصل كذا زلزال في الشام بيأثر بشكل كبير جدا على البنية التحتية في أغلب المدن الشامية. فيبدأ نور الدين زنكي بيتنقل بين المدن لإعادة بنائها وتحصينها من جديد، وكان صلاح الدين واحد من الأتباع الموثوق فيهم، فشاف بعينيه إزاي بيتم تحصين المدن عسكريا ومعماريا، وقبل كده كان شايف أبوه إزاي بيدافع وإزاي بيدير المعارك من الجانب الدفاعي، وإزاي تخطط للهجوم وتدير معركة ومحاولة اقتحام مدينة من عمه أسد الدين شيركو. خبرات عمالة تتكون وتتراكم فوق بعضها وهو لسه شاب صغير، وفي نفس الوقت شايف الغارات الصليبية على المدن التابعة للحكم العربي. فمن هو صغير وهو ناشئ على خطر الصليبيين وإن هما ممكن يهجموا علينا في أي لحظة. ولحد هنا صلاح الدين ما كانش ليه أي دور رسمي أو وظيفة محددة بيقوم بيها، غير اللهم كان هو بس المبعوث الموثوق فيه
بين نور الدين محمود زنكي في دمشق وعمه شريكوه في حلب، وبيتم تعيين صلاح الدين نائب عن عمه في ديوان الجيش في دمشق، ولكنه هو اللي بيسيب الوظيفة ديت بعد فترة بسيطة بسبب عدم قدرته على حل المشاكل سياسيا. فكانت كل الخبرات اللي اكتسبها حربية بس، يعني فنون قتال، تمركز، كيفية دفاع، تحصين، كيفية هجوم، لكنه ما كانش عنده أي خبرات إدارية. ولكن الفترة البسيطة اللي دخلها في ديوان الجيش فادته جدا وعلمته أكتر فيما هو قادم. وفي الأثناء دي بيحصل في مصر خلافات شديدة جدا بين شخصين متحاربين على الوزارة، واحد اسمه شاور والتاني اسمه درغام، وكنا اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل، وهسيب لكم لينك الحلقة اللي فاتت في أول تعليق للي حابب يربط الأحداث ببعض. واختصارا لهذه الأحداث، بيستعين شاور بنور الدين زنكي اللي بيرسل جيش قوي بقيادة أسد الدين شيركوه، واللي بيسافر معاه على مصر ابن أخوه صلاح الدين، وفعلا بينصروا شاور اللي بعد كده بيخونهم وبيستعين بالصليبيين، وبتحصل مجموعة كبيرة جدا من المناوشات بين جيش أسد الدين شيركوه والجيش الصليبي، وبيكون لصلاح الدين دور كبير جدا في المعارك والمناوشات دي، الشيء اللي بيزود قدرته وخبرته العسكرية جدا. وبعد مجموعة طويلة جدا من التفاصيل، بيتمكن أسد الدين شيركوه من التخلص من شاور والصليبيين والدخول إلى قلب القاهرة. وبيقرر الخليفة الفاطمي العاضد إنه يعين أسد الدين شيركوه في منصب الوزارة، ولكن بعد أقل من 3 أشهر بيموت شيركوه. فبيقرر الخليفة العاضد تعيين ابن أخوه صلاح الدين في منصب الوزارة، وكان عمر صلاح الدين 32 سنة بس، وده السبب اللي خلى الخليفة ياخد قرار زي دوت بتعيين واحد في السن الصغير ده علشان خاطر يقدر يتحكم فيه ويكون سهل التعامل معاه. هنا بقى هنقف ثواني ونبص على الوضع نظرة أفقية. الفاطميين شيعة وصلاح الدين سني، ومن قادة آل زنكي التابعين اسميا لسلطة الخلافة العباسية. فعلى طول بيبعت نور الدين زنكي رسائل لصلاح الدين بيطلب منه إسقاط الخلافة الفاطمية وعودة مصر تاني للخلافة العباسية. لكن صلاح الدين من موقعه في قلب الأحداث كان شايف إن لسه بدري قوي على الخطوة دي، وإنه لازم الأول يفرض سيطرة حقيقية على مصر عشان ما يحصلش معاه زي اللي حصل مع كل الوزراء اللي سبقوه واللي انتهى الأمر بيهم بالقتل. وأول حاجة عملها صلاح الدين إن هو يطبق الحجر على الخليفة ويعزله في قصره، ويتصدر صلاح الدين المشهد وهو اللي دايما بيتكلم باسم الخليفة. وتاني حاجة ابتدى يهمش دور الجند الفاطميين واللي كانوا فرق سواء سودانيين أو أرمن أو حتى مغاربة، وابتدى يبدلهم بجنود أكراد وتركمان أو من مماليك عمه أسد الدين شيركوه اللي بعد موته انضموا لصلاح الدين. ودي كانت أول خطوة من صلاح الدين للسيطرة على مصر. ولكن الموضوع ما كانش بالبساطة دي، وابتدت فعلا المؤامرات تتدبر ضد صلاح الدين. وكانت أول المؤامرات ديت من جانب مؤتمن الخلافة واللي كان اسمه جوهر، واللي كان على تواصل مع ملك بيت المقدس الملك إمارلك، واللي اشتهر بين العرب باسم عموري. وبالصدفة بتقع رسالة من جوهر بعتها لعموري في إيد صلاح الدين، وكان مضمونها إن عموري يغزو مصر ويقتل أو يتخلص من صلاح الدين ورجاله. وظيفة مؤتمن الخلافة دي كانت حاجة تقيلة جدا، وكان بيتحكم فيما يقرب من 20,000 شخص من العبيد والموظفين المهمين في الدولة ورجال القصر الملكي بالكامل. والإطاحة بواحد تقيل زي دوت ما كانتش سهلة، ولازم ليها تخطيط مظبوط. في نفس الوقت دوت كان ملك بيت المقدس عموري بيتواصل مع ملوك أوروبا عشان يعملوا حملة صليبية مشتركة على مصر، ولكن ملوك أوروبا أغلبهم كان عنده مشاكل داخلية فمحدش بيلبي طلبه، فبيتحد عموري مع البيزنطيين، وفعلا بيتحرك أسطول بحري من الصليبيين وبيوصل لحد سواحل دمياط. وفي نفس الوقت جيش تاني بري بيتحرك برا وبيوصل لحد حدود الفارما اللي هي بورسعيد دلوقتي. الأسطول البحري ما قدرش يدخل دمياط بسبب موانع بحرية كانت موجودة في المياه، زي وجود سلاسل ضخمة بتمنع مرور السفن من البحر المتوسط لفرع النيل في دمياط. وعلى طول بيبعت صلاح الدين جيش بقيادة ابن أخوه تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين للتصدي ليهم. وفي نفس الوقت بيبعت رسالة لنور الدين زنكي في دمشق يطلب منه الإمدادات، وفعلا بيبعت له إمدادات. مش بس كده، ده كمان خرج بجيش قوي جدا عشان يهاجم معاقل الصليبيين في الشام ويشتتهم ويفتح عليهم جبهات جديدة ويجبرهم على الانسحاب. حتى الخليفة الفاطمي بالرغم من إن هو كان عايز يتخلص من صلاح الدين،
لكنه ساعده ومد الجيش في دمياط بالسلاح والمال والمؤن. وبعد حصار دام 51 يوم بينسحب البيزنطيين والفرنجة من محيط دمياط بعد فشلهم في دخول مصر. وفي أثناء ما الحصار شغال هناك في دمياط بيكون صلاح الدين حاطط خطة للتخلص من مؤتمن الخلافة، ويستنى إن هو يخرج من قصر الخلافة ويروح قصره الخاص، فيبعت وراه فرقة تخلص عليه وتجيب راسه لصلاح الدين. وفي نفس الوقت فرقة تانية بقيادة بهاء الدين كراكوش بتهجم على قصر الخلافة وبتستولى على مكاتب كبار الموظفين، وبيحل قراقوش مكان مؤتمن الخلافة. وبيتوجه صلاح الدين للخليفة وبيشرح له كل الأدلة الدالة على خيانة جوهر مؤتمن الخلافة، وما كانش قدام الخليفة الضعيف غير قبول الوضع والتسليم بيه. وما كانش ينفع إن قتل واحد زي مؤتمن الخلافة يعدي بالساهل كده. فتاني يوم على طول بيتفاجئ صلاح الدين وأتباعه بمظاهرة مسلحة مكونة من ما يقرب من 50,000 شخص، من فصائل من الجند السودانيين والأرمن وبعض العاملين في القصر الملكي وبعض أمراء الفاطميين. بيطالبوا براس صلاح الدين وبيتحشدوا في منطقة بين القصرين اللي هي بشارع المعز حاليا. فبيقسم صلاح الدين القوات بتاعته لجزئين، بيقود هو جزء وأخوه شمس الخلافة توران شاه الجزء التاني، ويحطوا متظاهرين ويحطوهم في النص وتدور بينهم معركة شرسة. وفي أثناء ما المعركة دايرة بيتفاجئ شمس الخلافة أخو صلاح الدين بقذائف من النفط زي فكرة المولوتوف دلوقتي بتترمي عليه وعلى جيشه من داخل قصر الخلافة. فبيقرر إنه يهاجم قصر الخلافة بنفس السلاح، فبيؤمر النفاطين إن هم يصوبوا القذائف على قصر الخليفة. فالخليفة بيخاف على نفسه وبيقرر إن هو يضحي بكل رجالته اللي في المعركة عشان ينجي بحياته. وبعد حد من رجالته خرج ينادي من شرفة القصر ويقول: أمير المؤمنين يسلم على شمس الخلافة توران شاه ويقول له: اخرجوا العبيد الكلاب من بلادكم. تخيل كده معايا الجنود السودانيين والأرمن اللي عاملين كده عشان مؤتمن الخلافة والخليفة يسمعوا بودنهم وهما بيتسلموا تسليم أهالي بالمنظر ده، هيبقوا في وسط المعركة عاملين ازاي؟ وفعلا صلاح الدين وأخوه توران شاه وعلى مدار يومين بينسفوا أي حد من الجنود السودانيين والأرمن، والناجين منهم هربوا لأقصى الجنوب ومنها للسودان. وبيأمر صلاح الدين جنوده بإن هم يسكنوا في بيوت ومنازل الجنود الهاربين ويحلوا محلهم، وبكده بتكتمل السيطرة الداخلية على مصر مع انتهاء الخطر الخارجي ولو مؤقتا. بتدخل مصر بعد معركتين، واحدة داخلية والتانية خارجية، في مرحلة هدوء نسبي. فبيقرر صلاح الدين بداية كده إعادة الهيكلة الداخلية للدولة، وأول حاجة بيعملها إن هو بيعزل القضاة الشيعة ويعين مكانهم قضاة سنة، وأقام مدارس فقهية سنية عشان تقابل المدارس الشيعية. وابتدى يتقرب من العامة بإن هو لغى كتير من الضرايب اللي عليهم، وكان بيساعد المحتاجين ويقدم لهم الدعم لأي حد بيطلبه منه. فبيحبوا المصريين لأخلاقه الكريمة معاهم، وكمان للتشابه المذهبي بينهم. فالمصريين وصلاح الدين الاتنين سنة، ودي أول مرة يجيلهم حاكم سني من تقريبا 200 سنة. وفي كل هذه الأحداث بقى عمال نور الدين زنكي يبعت رسائل لصلاح الدين يطالبوا بإسقاط الدعاء للخليفة الفاطمي والدعاء للخليفة العباسي. وفعلا بيلبي صلاح الدين النداء ويعمل كده فعلا، وبكده تنتهي الدولة الفاطمية رسميا في مصر. مش بس كده، ده كمان بيهجم على أصول جميع الأمراء الفاطميين وبيجردهم من سلطتهم وممتلكاتهم ويضمها ليه، ويبعت لأهله وأبوه في الشام عشان يجوا مصر. وفعلا بييجوا وبيسكنهم مكان الأمراء الفاطميين وبيوكل ليهم وظائفهم بالكامل. وبيعمل بقى صلاح الدين حاجة جديدة جدا وغير مألوفة، إن هو بيجمع كل أهل البيت الفاطمي، رجالة في قصر والنساء في قصر، عشان يمنعهم من الاختلاط، عشان ما يتكسروش وينتهي نسلهم للأبد. وقد كان. في كل هذه الأحداث بقى كان الخليفة العاضد في فراشه مريض مرضه الأخير، فبيأمر صلاح الدين بإن الخليفة العاضد ما يعرفش إن هو تم عزله أو أي حاجة من اللي حصلت، شفقة بيه عشان ما يحسش بالذل في آخر أيامه. فعلا بيموت الخليفة العاضد بعد هذه الأحداث بفترة بسيطة جدا لا تتعدى الأسابيع، وبتتعمل له جنازة تليق بيه. وبعد موته بيستولى صلاح الدين على كل ممتلكاته وبيتم بيعها ودخول أموالها لخزينة الدولة. ومن كبر ممتلكات الخليفة العاضد بيقال في بعض الكتب إن بيعها استغرق 10 سنين كاملة. صلاح الدين في أول فترة حكمه بيتعرض لمؤامرة شيطانية كانت كفيلة إنها تقضي على أقوى دولة في العالم، مش مجرد دولة لسه ناشئة وأعدائها أكتر من أعوانها زي دولة صلاح الدين. المؤامرة ابتدت على إيد واحد من فلول الفاطميين وكان اسمه عمارة اليمني. خطط لخطة ثلاثية الأبعاد. أول بعد فيها إنه بعت رسالة لملك بيت المقدس عموري عشان يهاجم مصر برا، والبعد التاني بعت رسالة لملك صقلية ويليام التاني
عشان يهاجم سواحل مصر من ناحية الإسكندرية. والبعد الثالث وفي نفس الوقت بعت رسالة لراشد الدين سنان كبير طائفة الحشاشين واللي كانت مشهورة بالاغتيالات السياسية لاغتيال صلاح الدين. وكانت الخطة إن يحصل هجوم على مصر من البر والبحر في نفس الوقت، وأثناء ما صلاح الدين متشتت وبيحارب على جبهتين يقوم أفراد فرقة الحشاشين بالتسلل لداخل جيشه واغتياله. وأثناء هذه الفوضى ينقض فلول الفاطميين والعساكر اللي كانوا هربوا للجنوب، ونجح بعضهم تاني للعودة للقاهرة سرا بالتعاون مع بعض الخونة في حاشية صلاح الدين على إن هم يستولوا على الحكم تاني، ويتم تعيين الأمير داود ابن الخليفة العاضد خليفة لمصر. خطة أقسم بالله تنهي أجدعها دولة، واللي ما كانش عمارة ورفاقه عارفينه إن صلاح الدين زارع في وسطهم عيون ليه كانوا بينقلوا له اجتماعاتهم وخططهم كأنه قاعد معاهم. وابتدى عموري حاكم بيت المقدس في تجهيز حملته على مصر، وقبل ما يبعتها بعت الأول مجموعة من الرسل لصلاح الدين بحجة التفاوض معاه، ولكن الهدف منهم كان التجسس ومعرفة أخبار مصر ونقلها لحاكم بيت المقدس. ولما وصلوا مصر خصص ليهم صلاح الدين مجموعة من أقباط مصر لخدمتهم، وكانوا بيجيدوا لغتهم من غير ما الرسل ما يعرفوا إن الخدم فاهمين هما بيقولوا إيه، فكانوا بيتكلموا قدامهم على طبيعتهم، وكل اللي بيقولوه كان بيتنقل لصلاح الدين بالتفصيل. وأول ما صلاح الدين قدر يلم كل أطراف المؤامرة في إيده وعرف أكبر عدد من المتآمرين، هجم رجالته على عمارة وكل المتآمرين وقتلوهم، وأمر بصلبهم عشان يكونوا عبرة للجميع. ولما عرف عموري إن المؤامرة اتفضحت وإن صلاح الدين جاهز لمقابلته لغى حملته على مصر، لكن أسطول إمارة الصقلية كان خلاص وصل لسواحل الإسكندرية، واتقابل بمقاومة شرسة أسفرت على هزيمة مخزية للفرنجة، وإلا منهم بس اللي قدرت إنها ترجع تاني لصقلية. أما جماعة الحشاشين فمبعتوش حد أصلا وكسروا السلامة، وهيكون ليهم قدام دور مهم جدا في الصراع مع صلاح الدين. وبكده بتفشل أخطر مؤامرة واجهها صلاح الدين في بداية حياته كملك. في نفس الوقت بقى ما يفضلش قدام صلاح الدين غير عقبة واحدة بس، وهي الخروج من تحت سيطرة نور الدين زنكي، اللي نور الدين زنكي كان حاسس إن صلاح الدين عايز يتمرد عليه ويخرج من تحت عبايته، فقرر إن هو يعمل حملة وينزل بيها على مصر عشان يخضع الأمير الشاب لحكمه تاني. ولكن سبحان الله بتيجي من عند ربنا، ونور الدين الزنكي بيموت، وبموته بيعلن صلاح الدين استقلاله عن الدولة الزنكية. وآخر مؤامرة تعرض ليها صلاح الدين في بداية دولته لما أمير من الجنوب وكان لقبه كنز الدولة وكان موالي للفاطميين عمل هجوم على الجنوب وقدر إنه يستولى عليها في محاولة لغزو مصر كلها. ولكن صلاح الدين بعت جيش بقيادة أخوه سيف الدين أبو بكر اللي هيبقى بعد كده الملك العادل، وقدر إن هو يهزم كنز الدولة ويقتله، وبقاياه هربوا على النوبة وكونوا هناك قبيلة الكنوز اللي موجودة هناك لحد النهاردة. وبنهاية هذه الحركة بتنتهي جميع الحركات اللي اتعملت في مواجهة صلاح الدين، وابتدت دولته أخيرا في الاستقرار، وتبدأ بعد كده في التوسع والانتشار في بلاد الشام والعراق وتوحيد الصفوف العربية تحت راية الدولة الأيوبية في مواجهة الإمارات الصليبية. وده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة الجاية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن بداية صلاح الدين. كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه إن الحلقة عجبتك، فمتنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفنا في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.